ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص فبسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مشكلتين مشهورين جدا للفلاشة. المشكلة الأولى لما تيجي تستعمل الفلاشة بتظهر معاك باتنين بارتيشن مش بارتيشن واحد، بتلاقيها كده مقسومة لجزئين. والمشكلة التانية بتلاقي الفلاشة ظاهرة معاك عادي مفيش أي مشكلة، بس مش موجود لها مساحة، يعني مساحة الفلاشة مش ظاهرة معاك، فلما تيجي تضغط عليها بيظهر لك رسالة الخطأ دي ويقول لك فورمات ديسك، وبعد ما بتعمل فورمات برضو بتفضل نفس المشكلة ومش بيحصل أي حاجة. فإن شاء الله النهاردة هنعمل إعادة تهيئة للفلاشة وهنرجعها زي ما كانت. ندخل في الشرح على طول. هنيجي كده نستعمل أداة بسيطة معانا وهي بوت اي اس اي. هسيب لك الأداة دي في وصف الفيديو. أول ما تضغط على الرابط هيحولك على القناة على التليجرام، تقدر تنزلها من هناك. أول ما تحمل الأداة وتفتحها هتلاقي الأداة عندك منها نسختين، النسخة الأولى اللي هي ال64 والنسخة التانية اللي هي ال86. نسخة ال64 لو كان جهازك 64، ونسخة ال86 بتشتغل على الأجهزة اللي هي 32 بت. هنيجي كده نفتح الأداة مع بعض. أول ما تفتح الأداة هتظهر معاك بالواجهة البسيطة دي. أول ما تيجي تضغط على السهم الصغير ده هيفتح لك كل وحدات التخزين اللي متوصلة على الجهاز، سواء الهارد ديسك أو الفلاشة. لأن الأداة دي كمان بتعمل إعادة تعيين للهارد، لو الهارد بتاعك فيه مشكلة ممكن تعمل له إعادة تعيين من هنا. إحنا دلوقتي قصتنا قصة الفلاشة. هنيجي كده نحدد الفلاشة بتاعتنا. لازم تاخد بالك من مساحة الفلاشة كويس، ولازم تاخد بالك أنت بتختار إيه عشان ما تفرمطش الهارد ويحصل معاك مشكلة. فهروح كده على الفلاشة بتاعتي اختارها. انا عارف اسمها وعارف المساحة بتاعتها. انا الفلاشة بتاعتي 64 جيجا، هي ظاهرة هنا على البرنامج 57 جيجا، مفيش مشكلة. وبعدين هاجي اختار بارتس مانج. بعدين هتيجي تفتح معاك الواجهة دي. زي ما انت شايف كده الفلاشة عندي مقسومة اتنين بارتيشن، اللي هو بارتيشن الاي وبارتيشن الاف. او لو الفلاشة عندك فيها مشكلة ان هي بتقول لك فورمات ديسك ومش بتفرمت، فهو نفس الشرح، هتطبق نفس الخطوات بالظبط والمشكلة هتتحل معاك. بعدين هتيجي من تحت من هنا وتختار ار اي بارتيشننج. هتيجي تفتح معاك الواجهه دي، هتختار منها يو اس بي اتش دي دي مود سنجل بارتيشن. هتيجي على الاوبشن ده هتلاقيها معاك على فات 16، فانت هتغيرها على ان تي اف اس. وبعدين هتيجي تضغط على اوكي، وبعدين هتضغط على اوكي تاني. فهو دلوقتي بيعمل فورماتنج للفلاشه، وان شاء الله ترجع لحالتها الطبيعيه. زي ما انت شايف كده هي رجعت بارتيشن واحد. هاجي كده اقفل الاداة خلاص، واروح كده ابص على الفلاشة فلاقيها عندي رجعت بارتيشن واحد. او لو كان عندك مشكلة فورمات ديسك فان شاء الله تلاقيها انحل. طيب لو وصلت لحد هنا وبرضه المشكلة معاك لسه ما اتحلتش، هتروح تفتح الأداة تاني وتعمل نفس الخطوات، بس هتيجي على نوع الفورمات وهتغيره. احنا هنا لما جينا نختار نوع الفورمات اخترنا NTFS لأن معظم الفلاشات بتشتغل على الفورمات ده. فلو ما ظبطتش معاك اختار فات 16 واضغط اوكي، وروح شوف المشكلة اتحلت ولا لا. لو برضه ما اتحلتش تعالى تاني واختار فات 32 وجرب وإن شاء الله تظبط معاك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يلا سلام، أشوفكم في فيديو جديد.